أسامة فيصل أحسن مهاجم صعد في مصر، ليه أنا قلت كده؟ طب ما تيجي نشوف. يلا بينا. أسامة فيصل مفيد جدا لمنتخب مصر، أولا لأنه بينزل يستلم وقت لما يكون ضغط عليك الخصم، فهو بينزل يفك ده كله، أوقات كتير بتطلع عليه وهو بينزل قبل نص الملعب عشان يستلم. ثانيا إن هو بيرجع أوقات كتير إن هو يرجع يدافع ويقوم بالأدوار الدفاعية. ثالثا وده المهم في مرحلة الهجوم، دايما كان بيعتمد عليه ميكيلي ان هو بيفضي مساحات كبيرة جدا، سواء للاطراف احمد سيد زيزو او ابراهيم عادل، او لخط الوسط بدخول محمود صابر رقم 7 ان هو يدخل في مساحة الفاضية دايما، وقدر يستغل المساحة دي قدام باراجواي وقدر يضيع فرصة كانت محققة جدا كان ممكن يحرز منها هدف. هنيجي بقى لمباراة فرنسا، وهي نفس الفكرة اللي انا اتكلمت عليها في مباراة باراجواي، ان اسامة فيصل بيبتدي يسحب المدافعين، بس في هدف فرنسا كان غير خالص، لانه هو طبعا بيتحرك يمين او يسار، بس الفكرة هنا ان هو ازاي يفضي مساحه للاعب القادم من الخلف سواء محمود صابر او غيره، بالذات محمود صابر اللي دايما كان بيلعب يعتبر مركز 8 او انصاف المساحه او في مركز 9 ونص. هنشوف هنا ان اسامه فيصل قدر يحجز على لاعب فرنسا كويس جدا عشان يمنعه في التقدم، ان هو يمنع تسديده محمود صابر. وهنشوف ان محمود صابر سدد في الاولى فارتدت، وفي الثانيه رقص ترقيصه وقدر يسدد ويحرز هدف الثاني. كانت بدايتها وفكرتها كلها ان محمود صابر دايما يسرق المساحه اللي بيفضها له دايما اسامه فيصل. كان معاك محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.